هي شكلها أكلة عادية لكن طعمها من حلاوته ما يتشبعش منها. في الأول سلقنا الفراخ ودهناها بالسمنة ودخلناها على الفرن عشان تتحمر. هنحضر بقى في الحلة معلقتين كبار سمنة وشوية زيت زيتون، نشوح فيهم بصل متقطع جوانح تشويحة خفيفة، وعلى طول ننزل عليه الحمص المسلوق ونقلبهم مع بعض شوية ونزود عليهم الرز وفصوص الثوم اللي بقشرهم. بهارات الأكلة دي عبارة عن كركم وكمون وملح وفلفل أسود بس. هنقلب كل ده كويس ونسقي بقى الرز بشوربة الفراخ اللي احنا سلقناها في الأول. ويا سلام على جمال الريحة! أول لما تغلي الشوربة هنهدي النار على الآخر ونغطي الحلة ونسوي الرز طبيعي. بعد ربع ساعة هيبقى عندكم أحلى طبق قدرة خليلية ممكن تدوقوها في حياتكم. نقدم الرز ونرص عليه الفراخ اللي حمرناها ونزين الطبق بلوز متحمر في السمنة. والأكلة دي بيتاكل جنبها سلطة زبادي. وما تستغربوش من التوم اللي بقشره، لأن قشر التوم بيكون ليه طعم في الأكل، وعلى فكرة أنا أكلته بقشره وكان تحفة. جربوها هتدعولي. وما تنسوش كمان تدعوا لأهلنا وإخواتنا في فلسطين